نتجهوا عند الأخ محمد الكبش. سي محمد، بغيت نسولك من موقعك كشاب صحراوي كتحمل هم المستقبل، شنو الرسالة اللي ممكن توجهها للشباب اللي مازال في المخيمات، اللي مازال عايشين على وهم الانفصال؟ شكرا لك الأخ نور الدين. إذا الرسالة اللي يمكن نوجهها للشباب ليس فقط المتواجدون بمخيمات تندوف، ولكن الشباب يعني الشباب الصحراوي الذين يحملون أطروحة الانفصال، سواء المتواجدون منهم بمخيمات تندوف أو من هاجروا من مخيمات تندوف على حساب هذا الملف، وليس ولا على حساب يعني فكرة تحرير، وليس فقط من أجلها. فبالتالي ما يمكن أن أقوله اليوم لهؤلاء الشباب أن لا يصبوا كامل انتباههم لما تروجه اليوم جبهة البوليساريو من تأويل لمرتكزات هذا القرار الأممي الأخير، على اعتبار أن زمن الحسم قد حل، أن لا ينجروا كما في السابق وراء هذه الأطروحة التي بطبيعة الحال أصبحت اليوم متجاوزة مع هذا القرار المهم لمجلس الأمن. فقد حان الوقت اليوم للم الشمل وإنهاء هذا الشتات وهذه التفرقة والعودة إلى كنف الوطن. لقد حان كذلك الوقت اليوم للشباب الصحراوي ممن يحملون أطروحة الانفصال أن يجني مكاسب أو أن يجنوا مكاسب العودة لهذا الوطن كاختيار يعزز الانتماء الوطني، خاصة وأن الوطن لا زال غفور رحيم، وليس كخيار سياسي بدلا من دفع ثمن ما سمي أو ما سمته البوليساريو بمبادرة تقاسم فاتورة السلام. فرجاحة العقل تقتضي بطبيعة الحال أن نقتنع اليوم كما اقتنع المنتظم الدولي بسيادة المغرب على صحرائه وبمغربية الصحراء. وكما قال الأخ مصطفى سلمى في أحد حواراته المتلفزة شاهدتها قبل أيام، أن نص خبزة ولا باطل خبزة كاملة خير من نص خبزة، على ما أعتقد. هذا ما قاله. واستسمحك عذرا أنني يعني اقتبست من هذا المقطع من كلامك في حوار متلفز. فبالتالي اليوم رجحت العقل كما قلت تقتضي بهؤلاء الشباب أن يضعوا تقييما يعني لهذه المرحلة السابقة التي دامت قرابة 50 سنة بمساوئها وبطبيعة الحال بإخفاقاتها إلى غير ذلك، وأن يغتنموا هذه الفرصة التي بطبيعة الحال تترك الباب مفتوحا لعودتهم، كما قلت هذه العودة المبنية على اختيار مبني على روح الانتماء لهذا الوطن، وليس كخيار سياسي كما قلت سابقا. فبالتالي اليوم الباب مفتوح للعودة دائما وكما كان في السابق، ويجب على هؤلاء الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يعودوا إلى كنف الوطن لمشاركة بطبيعة الحال بني عمومتهم وإخوانهم وعائلاتهم مجهود بناء هذا الوطن موحدا، بناء هذا الوطن بطبيعة الحال من طنجة إلى القويرة، سواء في صيغته الحالية يعني الجهوية المتقدمة اللي كنعيشوها، أو في صيغة مستقبلية قد تكون بطبيعة الحال منزلة لمقترح الحكم الذاتي. فبالتالي اليوم الفرصة أمام هؤلاء الشباب، يجب على هؤلاء الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة، وكيف قلت رجحة العقل تقتضي هذا الأمر. والسلام عليكم. شكرا سي محمد الكبش على المداخلة ديالك. شكرا للأستاذ محمد الصباري على المداخلة القيمة وتأثير النقاش على مستوى القانوني. وكذلك شكرا للأستاذ مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على النقاش ديالو. إلا لاحظتوا أنا حاولت ما أمكن يكون نقاش منصب نحو المستقبل، حاولت ما أمكن ما يكونوش الأسئلة المطروحة أسئلة التاريخ، لأن المعركة لم تعد معركة أننا ندافع على مغربية الصحراء، بقدر ما أن الخطاب الملكي أصلا يؤسس للمستقبل بالقول ما قبل 31 أكتوبر ليس هو ما بعد 31 أكتوبر. نحن اليوم في معركة 31 أكتوبر، معركة كسب القلوب، معركة البحث عن نقاط التلاقي وليس معركة البحث عن نقاط الاختلاف.
التاريخ له ما له وعليه ما عليه. اليوم الأهم بالنسبة لنا هو مغرب موحد، هي التنمية على مستوى جميع جهات المغرب، أن تسير بسرعة واحدة. المستقبل أمامنا جميع، وأمام ساكنة تندوف فرص كثيرة يجب استغلالها. إلى هنا أولا أحييكم على النقاش ديالكم اللي كان مثمر، ونتمنى أنني نكون موفق في إدارة هذا النقاش. إلى هنا أستودعكم مشاهدينا الكرام، وأستودع الزملاء ديالي في هذا النقاش اللي كان شيق طبعا. تحياتي.